اقول لكم كده مقوله كان قالها الرافعي، مش كلامي، بيقول من طبع المراه انها اذا احبت امتنعت، يعني حتى لو هي حبت امتنعت ان تكون الباديه. وده مش مرأة ايه؟ حياء. المرأة طبعا يعني خاطب بقى كلام الجيل ده، كلمة للرفع طبعا، بنات الجيل ده بقى يعني الكلام ده مش معروف. إذا أحبت امتنعت. المرأة في الإسلام عندنا محل طلب، مرغوبة لا راغبة. المرأة محل طلب يؤتى إليها، يسعى إليها، مش هي اللي تروح. يعني تروح لها كده 1000 خطوة وهي ما تتزحزحش ولا خطوة واحدة. أنت اللي تروح لها طالب ليها. تقابلك خطوة بخطوة؟ لا، تؤتى إليها الأول، يؤتى إليها الأول بالطرق الشرعية وبتخبيط على الباب، والرجالة اللي في البيت مش من الأبواب التانية. الفكرة إيه بقى؟ الفكرة إن حتة الإحسان أو التعامل في العطف والرحمة، لا 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 لا، مش في التعاملات مع الرجال. المرأة في ديننا بصوا معززة كريمة، رغم أنف أي حد يقول خلاف كده. يتمشى لها كده ومش عارفه يعمل ايه، ويحافظ على كرامتها، كل الكلام ده ليه؟ ويبذل مشقه وكل الحاجات دي ليه؟ لان هي محل الطلب. ولو اتحال بينه وما بينها يقعد بقى يشوف مش عارفه مين، ويجيب شفيع مين، ويجيب مين اللي عشان يوصل لها ويوصل لاهلها. ويدعو ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى جاهز وانه يخش بيتها ويطرق بابها بالحلال. ده الوضع، تمام؟ ده الوضع الطبيعي. ده الوضع الطبيعي، ما في ذله ليها ولا في ذله للتاني. طيب خلوني اقف عند المعنى ده قبل ما اخش في معنى تاني. المعنى ده انك انت عزيزه بنتي، ما ترخصيش نفسك، انت محل الطلب، انت اللي يؤتى اليكي، تمام كده؟ طيب مش ده اللي بيحصل. بيحصل انه بيطلب من المرأة، من البنات حاليا أمرين: إنها تدور على عريس أو تسعى أو تشوف، وتبقى مش بس كان زي الأول جالها العريس للبيت، وافق الأب والرجالة اللي في البيت إن ده فلان يخش بيت لأنه راجل، وسأل عليه وطلع محل ثقة. لا، هي الفترة دي بيطلب منها الخطوة دي، غلط. وبسمع من الأمهات ذات نفسيها كلام منيل ولا يمت لا الدين بصلة ولا حتى للأخلاق بصلة. تقول لك لا، ما تروح عشان تشوف عريس، ما عادي، ما هي بتقابله علشان تشوفه مناسب ليها ولا لا. طب وفين الراجل؟ لا، ما يقابلها بره عشان لو مش عاجبها. طب ما يشوفها جوه البيت، ولو مش عاجبها تقول مش عاجبني. ما يجي البيت وتقعد وتشوف، والأسئلة اللي هتسألها له بره. ليه انتوا خليتوا على عتق البنات في الجيل دوت وفي الفتره الزمنيه اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، اللي خليته على كتافهم ان هي اللي تختار، وان هي اللي تشوف، واللي هي اللي تدور وتشوفه بره كويس ولا لا؟ ده مش دورك. رجاله العيله لما يسالوا ويطلعوا راجل ومحل ثقه تخش بيت، واقعدي حط رجل على رجل يا بنتي واقعدي وقولي. مش اقصد حط رجل على رجل، اقصد منك تبقي يعني عندك عزه وكرم، والاسلام اداك الامر ده. موافقه؟ مش موافقه مفيش قبول، يلا مع السلامه اللي بعده. لكن يتحط على عاتق البنت في الفترة دي